نسمع منك يا شيخ مشعل. الشيخ محمد، الوالد له قصة عجيبة في الصبر، ويمكن أول مرة أذكرها. عام 1435 قبل عامين، 18/4/2013. فسبحان الله كان الوالد، وأعظم صبر يا شيخ محمد يوم تكون أنت في فرح ثم تجيك مصيبة. ودائما أقولها، ترى الله قادر يقلب حزنك فرحك إلى حزن وعيدك إلى عزاء. وهذه كانت كلمتي في المحفل. قبل المحفل بأيام أو أسابيع. محفل إيش؟ عيد بيت مجلس مسويها الوالد كبير، يعني معرف وعازم الناس كذا. فسبحان الله يموت أخوي الكبير محمد. توفي كيف؟ في السيارة صدم له ناقة أحد اللي فينقلب الفرح إلى حزن. هذا شهر 4، أجلها إلى 18/8. بعد 4 أشهر 18/8 في وقت الحفل، قبل بداية الحفل ب3 ساعات، العصر يبدأ الحفل، الساعة 3 تقريبا يطلع ولد أختي من المجلس، تجي سيارة فتصدم مع الباب، يموت ولد أختي ويموتون 6 من الجماعة قدامه، قطع لحم. كيف ماتوا 6؟ هو طالع مع الباب. طيب ال6 في سيارة فيها لقص أطفال، صدموا ولد أختي مع الباب. ضغط سيارتين فيعني الوالد يشوف، يعني قبل 4 شهور شاف ولده الكبير، والحين حفيده، والآن حفيده وجماعته متقطعين قدام. أجل الحفل إلى ثاني العيد. أنا كنت برا في المال، قال لازم ثاني العيد تكون عندي. قلت له أبشر، وموضوعي ترى الله قادر يقلب فرحك إلى حزن في راسي، أبغى ألقي في الكلب. في آخر رمضان تقريبا 28 رمضان يطلع ولد أختي الثاني، معاق منذ طفولته، عمره 20، ما يطلع من البيت، يطلع نفس المكان اللي طلع فيه ولد أختي، يطلع مع الباب، تصدم مشيا على قدمه. تصدم السيارة ويموت، وينقلب ثاني العيد هو. لا إله. بعدها لا إله إلا الله. شهر 2 عام 36 يصدم الوالد سيارة وجه الوجه، جيب، ويطير من السيارة. الوالد أدخل المستشفى، كان فيه في الكعب تقرح بسيط، وقلنا بنسوي عملية. فجاه من محمد بن نايف والعهد الله يحفظه أمر بألمانيا، فراح لألمانيا. فجت الفاجعة، كانت أمور طيبة تجميل، فجت الفاجعة يا شيخ محمد ببتر الرجل، فبترت نصف ساق الآن. فآخر شيء من الابتلاء أنهم خيروه يا بتر ساق أو سمكرة العظام من الكعب إلى. فكان صابر سبحان الله. وهذه أبيات يذكر فيها ويعبر عن معاناته الوالد بعدما بترت ساقه. وريد قلبي ساترات همومه، كثر ما يطلع على القلب منام، والنفس حنبض الطعام محرومه، كني مع الصوام لو كان مصوم. أمسيت قلبي الله يلوم اللي قلبي يلومه، أمسيت أنا مسرور وأصبحت مظلوم. يعني معناي أمسيت ما علي هو ما أصبحت قطعوا رجلي، هو ما أصبحت قطعوا رجلي. له المرض ما يعرف الزين والعيب، ما يدري إنك للمخالق هيبة. بسألك وش به غزا وجهك الشيب، والقلب لايع والنواظر شحيبة. وش بك تحاتي لنا والموت تغريب، تخشى علينا بالليالي الكئيبة. عجيب سبحان الله. بعد هذه الحلقة ب4 أيام، يعني تكلمت عن قصة الوالد في قناة المجد، ب4 أيام والله فقط أخي عبد الله نايم على فراشه في الليل، الصباح هو ميت. يعني يا أخوان ويا أخوات، خلال عامين تمر على الوالد أبناء الاثنين، أحب أبنائه يموتون وأحفاده 2، ثم معاناة سنة كاملة في مرضه، ثم تبتر نصف ساقه وهو صابر محتسب. أسألك بالله، ابتلاك الله سبحانه وتعالى بهذه البلايا، دائما لا تنسى، ترى الله قادر يقلب فرحك إلى حزن وعيدك إلى عزاء. ترى الله قادر يقلب فرحك إلى حزن وعيدك إلى عزاء. تؤمل أنك تحيا طويلا، وشمسك مالت وحان الغروب. أتخفي السنين مع 40، فكيف ستخفي اشتعال المشي.